السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو طريقة عمل محشي الممبار. انا هعمله معاكم في الفيديو ده بطريقة مختلفة شوية. انا ما بسلقش الممبار، تابعوني في الفيديو وهتشوفوا انا هعمله ازاي. اهم حاجة لما تعملوا الممبار بالطريقة دي ان الممبار يكون متنضف كويس، مفهوش اي دهون. وانا هوريكم انا استخدمت المنبار ايه ووريكم شكله. ده منبار انا جايباه من هايبر وان، كان سعره حوالي 170 جنيه او 175 جنيه. ده 600 جرام. المنبار بتاعه نظيف جدا، مفهوش اي ريحة. ده كده شكله. اول حاجة انا بغسله بالمية، بعد كده بعصر عليه ليمونة وبرش عليه شوية من الملح وبسيبه حوالي ربع ساعة. بعد كده بقلبه على الجهة التانية وبعمل نفس الخطوات، ان انا بعصر عليه ليمونة وبحط شوية ملح وبسيبه برضو حوالي ربع ساعة. بعد كده بغسله كويس قوي بالمية وبقلبه على الجهة التانية وبسيبه يتصفى. بعد كده هعمل خلطة المحشي. بجيب بصل انا فرمته في الكبة، ده كده شكله. بعد كده بجيب حلة وبحط فيها شوية من الزيت. بعد كده هضيف البصل وهحط عليه توم مفروم وهقلبهم مع بعض لحد ما البصل يصفر، وهوريكم شكله هيكون عامل ازاي. ده كده شكله. بعد كده بجيب 2 مكعب من المرقة ومعلقتين كبار من الصلصة وبقلبهم مع البصل ده. بعد كده بجيب طماطم وبعصرها وبحطها على البصل وبحط عليهم نص معلقة صغيرة من السكر وبسيب الصلصة لحد ما تتسبك. وما بحطش اي توابل دلوقتي خالص، انا بسيب التوابل للاخر. اول ما الصلصة تتسبك في اخر غلوة بضيف التوابل، وبعد كده بطفي النار على الصلصة دي. الخلطة كده بيكون طعمها احلى لما التوابل تتحط في الاخر. عايزاكم تجربوا خلطة المحشي بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. ده كده شكل الصلصة بعد ما اتسبكت. هنضيف بقى عليها البهارات. انا حطيت معلقة صغيرة من بهارات المحشي ومعلقة صغيرة 11 بهار ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ودي البهارات اللي انا بحطها، بس ما بحطش اي بهارات تانية الا لو هحط شوية من الشطة البودر لو حابينها سبايسي شوية. بعد ما ضفت البهارات بسيب الصلصة تغلي غلوة واحدة بس على النار، وبعد كده بطفي النار. وبكده الصلصة بقت جاهزة. بعد كده بجيب الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، بغسلهم كويس جدا تحت مية جارية. يعني شايفين شكل المية كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. وبعد ما غسلت الخضرة باخدها وبقطع منها العيدان. بعد كده فرمتها في الكبة. طبعا لو ما فيش موجود كبة بنقطعها بنقصها بالمقصة او بنقطعها بالسكينة، بس الكبة بصراحة بتوفر وقت كتير في التقطيع بتاعها. ده كده شكل الخضرة. بعد كده حطيتها على الصلصة وحطيت الرز. المنبار ده اخد مني حوالي مجين من الرز، واحيانا وانا بعمل الصلصة بتيجي معايا زيادة فبقوم واخداها وعينها في الفريزر لمرة تانية، بس طبعا ما بيكونش فيها الخضرة. بعد ما ضفت الرز ظبطت طبعا الملح بتاع الخلطة. بعد كده بجيب الحلة اللي هحشي فيها وبقطع فيها طرنشات من البصل والطماطم. وطبعا قطعت الممبار، انا قطعته بالطول ده، طبعا بتقطعه بالطول اللي انتوا عايزينه. بعد كده بدأت احشي الممبار. لازم طبعا ما نحشيهوش رز كتير علشان ما يبقاش معجن ومكبوس كده بالرز. يعني دي كده الحشوة المظبوطة للممبار، لان طبعا الرز بيزيد فيه. وهتشوفوه في اخر الفيديو هيكون الممبار مستوي وشكله عامل ازاي. نيجي للخلطة اللي احنا هنحطها للممبار. انا قلتلكم ان انا ما بسلقوش. جبت مقلاية وهحطها على النار وهحط فيها ربع كوباية من المية ومعلقة صغيرة من الثوم ومعلقة كبيرة من الصلصة ونص مكعب من المرقة ورشة من السكر، وهسيبهم يغلوا على النار وهضيفهم على الممبار وهشغل على الممبار النار وهسيبه على درجة حرارة عالية. هعلي النار عليه لحد ما يغلي الممبار ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هسيب النار عليه عالية لمدة حوالي 5 دقايق. بعد كده بوطي النار عليه وبسيبه لحد ما يستوي. طبعا الممبار ده صغير فبيستوي بسرعة، ما اخدش وقت خالص كتير على النار. ده كده شكله بعد ما استوى. انا شلته وحطيته في طبق بالشكل ده. بعد كده بجيب مقلاية وبحط فيها زيت واسخن الزيت ده كويس. بعد كده ببدأ ان انا احمر فيها الممبار. عايزة اقول لكم ان الممبار بالطريقة دي حلو جدا، احلى بكتير جدا من المسلوق. طعم الخلطة فيه حلو قوي. عايزاكم تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. ده كده شكله بعد ما اتحمر، وهوريكم كمان شكله من جوه، وهتشوفوا الرزاية ازاي فيه مفلفلة ومش معجن خالص. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وكومنت علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.